ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن اشهر السوبر هيرو. لا مش ده سبايدر مان. بجد مفيش حد ما يعرفش سبايدر مان. اي طفل راجل كبير مفيش حد ما يعرفوش. هنتكلم النهارده عن اشهر لعبه من ناحيه التقييم من وجهه نظري. انا لوردينهو ويلا بينا نبدا. سبايدر مان تقريبا من اكتر الشخصيات اللي اخدت العاب عبر التاريخ، من اول العاب البلاي ستيشن القديمه لحد الالعاب الحديثه زي ذا مارفلز سبايدر مان. بس وسط كل الالعاب دي في لعبه ناس كتير نسيتها مع انها كانت من امتع واغرب تجارب سبايدر مان، وهي سبايدر مان شاتر دايمنشنز. ولحد النهارده اللعبه دي تعتبر واحده من اكتر الالعاب سبايدر مان المظلومه في التاريخ. اللي كان مميز في اللعبه دي انها ما كانتش ماشيه بالطريقه المعتاده، مفيش اوبن وورلد ضخم، مفيش مدينه كبيره تلف فيها. لكن بدل كل ده اللعبه ركزت على حاجه اهم: التنوع. وفكره الاكوان المتعدده قبل الافلام بتاعت سبايدر فيرس اصلا ما تبقى ترند. القصة بتبتدي معانا ببساطة، يعني إن ميستيريو دخل يسرق متحف. وبعد كده سبايدر مان يخش عشان ينقذ الوضع كالعادة. بيحصل ما بينهم فايت، سبايدر مان بيجي يضرب ميستيريو بالبوكس. ميستيريو بيمسك حجر سحري وبيحطه في وش سبايدر مان. الحجر بيتكسر لقطع كتيرة بتتوزع حول الأكوان المتعددة، وتظهر مدام ويب فجأة وتفهم سبايدر مان اللي حصل. ولو انت متعرفش مين مدام ويب، فمدام ويب شخصية في عالم مارفل بتعرف تتواصل ما بين السبايدر مانات. سبايدر مانات ما علينا. وساعتها 4 نسخ مختلفة من سبايدر مان بيتجمعوا عشان يصلحوا اللي حصل. وأول نسخة معانا هي أميزنج سبايدر مان، النسخة الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها. والنسخة التانية هي سبايدر مان نوار، عالم كله ظلام واستيالس وأجواء رعب. والنسخة التالتة هي ألتيميت سبايدر مان بسيمبيوت أسود اللي هو فينوم، قتالات أعنف، وفي قدرة عنده اسمها الريدج مود بتخلي السيمبيوت قوته تطغى على بيتر باركر فيكون هو المتحكم. والنسخة الرابعة هي سبايدر مان 2099، نسخة مستقبلية من سبايدر مان وسريعة وأعنف إلى حد ما. واحلى حاجه ان كل شخصيه فعلا ليها طريقه لعب مختلفه، مش مجرد تغيير شكل وخلاص. وده اكتر سبب خلى اللعبه ممتعه. مثلا نوار الجيم بلاي هناك كان بيعتمد على التسلل والهدوء والاعداء كانوا اخطر بكتير. اما 2099 فكان حرفيا اسرع سبايدر مان لعبت بيه. المراحل نفسها كنت حاسس كده انها مطارده مستمر. اما التيمت سبايدر مان كان عباره عن فوضى، ضرب اعنف، وحركات السيمبيوت كانت جامده جدا، كل حاجه فيه كانت حلوه. وطبعا اميزنج سبايدر مان كان الاحساس الكلاسيكي المعروف. غير كده البوس فايتس كانت ممتازة، كل بوس ليه اسلوب مختلف، والمعارك كنت حاسس انها طالعة كده من كوميك بوك، زي كريفين وزي كارنيج وزي ديدبول وزي دكتور اوكتوبوس وزي جوبلين وفولتشور. فيلانات كتير قوي وكلهم مختلف عن بعض. يعني انت مش بتلعب كده اي بوس وخلاص عشان تاخد منه الحجر السحري، لا، كل بوس مرتبط بالتاني. وكل بوس فيهم ليه قصة مع سبايدر مان مختلفة، زي ان فولتشور كل انكل بين. دي حاجة غريبة جدا، أول مرة أشوفها في عالم سبايدر مان. واللي زي دكتور أوكتوبس هي اللي حولت هوب جوبلين وسكوربيون. جامدة جدا يا جماعة. والترابط ده ساعات مبقاش موجود في لعب بتنزل في الوقت الحالي. وده غير الموسيقى والألوان والستايل العام للعبة، كان كل شخصية ليها عالم مختلف خاص بيها فعلا. بس رغم كل ده اللعبة مظلومة جدا، ناس كتير وقتها كانت عايزة اوبن وورلد زي سبايدر مان 2، فما كانوش مقدرين فكرة اللعبة. وكمان اللعبة نزلت وسط منصة قوية جدا وقتها، فمع الوقت بدأت تختفي شوية في شوية. لكن دلوقتي ناس كتير رجعت تلعبها واكتشفت قد ايه كانت ممتعة ومليانة أفكار مختلفة. والغريب ان اللعبة دي كانت بتتكلم عن المالتي فيرس قبل ما الفكرة تنتشر بالشكل الضخم اللي احنا شايفينه اصلا دلوقتي. وده لوحده يوريك قد ايه اللعبة كانت سابقة وقتها. يمكن سبايدر مان شاتر دايمنشنز ما كانتش اللعبة الضخمة لسبايدر مان، وما كانتش فيها اكبر عالم مفتوح، بس كانت واحده من اكتر سبايدر مان ابداعا ومتعه. ولحد النهارده في ناس كتير نفسها تشوف ريميك ليها، وانا واحد منهم. لان ببساطه اللعبه دي كانت مختلفه فعلا. بس ولو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك. بس اشوفكوا في فيديو جديد.